بسم الله الرحمن الرحيم. تقيت المسلمين ان شاء الله ان ناقش 3 الاسئله. السؤال المجري قرانا سماني غادبي دينك. سؤال منهجي الحلقات كانت تجي تقييم المسلمين لا وسي يعني طرح الاشكال يعني هل يعني ودو سنه بخصيص ديني وخاطي كذا المرجعيه وني القضيه قالت لي قضيه كانت الصح الذي النظام حياتي جيت ربي يعني ربي جيت كسنه في الحياه في التعلم والاخذ والى اخره. من جهه الدين بالخصوص يعني كانت الصح بنادم هذا زوادي بالدين ربي ديريكت بصح ربي نكتورته يصلح يجو تواصل ربي غلوجنا مع الرسول فقط وعن طريق جبريل والوحي. اذا مع ربي يصلح ديريكت صافي نسوي الرسول جانا الرسول خبر يدي يصلح بحكم الزمن اشهرنا العامل الزمني لاش حتى ولو وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يتاح لك التواصل مع الرسول بحكم الابتعاد. الرسول يبعد غش انه بحكم اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم واللي ممكن يشتي مباشره لا غرس الدروس لا غرس الحواس. لذلك تتخذ واسطه يعني لو كان في عهد النبي يمكن نتخذ واسطه بالصحابه. إمار العهد لا بد أن تكون لدينا وسائط. إمار المدة الزمنية طويلة جدا بدا العمل في هذه المدة الزمنية الطويلة جدا. العمل هو الأمانة يعني لا بد الذي يجنحد أمين السودان غدا ودينه الذي يجنحد أمين لا غير كنا نفلسف السي باش نقول يطول الموضوع انه يقول في موضوع الامانه غير نغسل الاشخاص نغسل العوامل للامانه. العامل الاول وهو الكتابه عقلا ومنطقا وبدون تعقيد الامور. كنا نبي وثيقه ان ريديس معلومات انجسيس 1000 نسخه تنوزع عبر العالم. عقب بعد 100 200 300 400 1400 سنه نقارن النسخ اللي مع بعضها نتنفذ. هذا دليل بان هذه النسخ بقيت أمينة يعني الكتابة شيء أمين جدا. بهذه الطريقة وصل إلينا القرآن الكريم وإن كان القرآن غرس عامل خاص وهو يعني تناقلته الأذهان بالحفظ وإلى آخره حفظ جيلا عن جيل. وبهذه الطريقة نقلت إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من جهة الكتابة لغرنا نشر مضمون وإن كان يعني كتابة الحديث توجد متأخرة كذا إلى آخره بصح كان الكثير من الصحابة في عقل أو في عهود الفراغ الذهني يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يحفظون السورة من القرآن. حتى دون هذا الحديث يوضنا الدين مارو الدين نقله أمناء يوضنا إلى يوم الناس هذا. ونفس الأحاديث ونفس الكتب ونفس الصحاح موجودة في شتى أنحاء العالم. الدين استنبط من هذا وأخذ من هذا إمارو نظرا مدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم بالطريقة الرسول من يقول فهم كلش كذا المعلومات مفهومة كلش خلاص ايش الاشكال مع تدفن في دين الله افواجا اختلطت الافهام والاذهان والعقول يعني كذا والالفاظ واللغات والى اخره وسنتد الاصول والقواعد اصول الفقه العلوم اللغه والى اخره. وتقاعدت هذه العلوم عادت مفتاح وآلة لفهم الدين. إمارو نشتي لغنا الكتابة الأمينة يزمع هذا غير الشخص الأمين عند العلماء المجتهدين إلى نقلا دون دينه جيلا عن جيل وجيلا عن جيل تكونت المدارس المذاهب كذا هي في الحقيقة هي مذاهب كبرى وفي وسط المذاهب رجال. هؤلاء الرجال يعني ضامنوا لبعضهم البعض جيلا عن جيل أنهم ينقلون الفهم الصحيح الذي كان عند الصحابة الذي قاله الرسول والرسول قاله عن رب العالمين. يوض الدين إلى يوم الناس هذا يوضنا عن طريق هؤلاء الرجال الأمناء وعن طريق هذه الكتابات الأمينة يوضنا إلى يوم الناس هذا. إمارو الرجال الأمناء دمانا يونينو يعني مش كنزوا إمارو كان سن يعني نسيو إمارو عن تشكل المذاهب في الأخير دمانا يونينو لن أتنبي كذا إلى آخره نزوا لازم ننظر إلى دليل عقلي ومنطقي وواضح. سبحان الله البعض تشنت بمثال الشمس تفوت يعني العالم المجتهد الذي تذهب إليه يروز تفوتني لنا جنة يعني غرس عدة عوامل ربما مش من أهمها 4. العامل الأول يعني للعالم الصغير وهو الحرية. عالم حر لا يقيده لا سياسة ولا دولة ولا أشخاص ولا يخاف من شيء. تفوت تلد بهذه الطريقة. رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يمثلت بالشمس وهكذا كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العالم له هذه الصفة بت تفيد هذه الصفة السنة اللي تبديد توضد الصح. الأمر الثاني في العالم وهو الوضوح والنصاع والإشراق
وكذا، يعني تفضغرس دين واضح منهجي معتدل مقبول ومرضي عنه وني علامة لكذا إلى آخره. ثالثا وهو الشمولية، يعني غرس علم شامل، غرس اطلاع واسع، غرس كذا، يعني غرس الأفق يغطي كل الناس، يعني ليش غرس محدودية لمعلوماته، بحر غزير، وهذه طبيعة في الشمس، شمس محدودية لنورها تسطع على كل شيء وتدخل في كل شيء، وهذه ميزة أخرى. الميزة الرابعة وهي الأهم أن هذه الشمس حينما تطلع لا تشاور أحدا، وبالأخص مثل سجنة تضوى وتحتاج هي كتكتشف تدميت الله، يعني العالم مارك السوالات يحضر ديك نجاش الطرنتين دوني، يعني من شدة ظهوره لا يخفى، يعني عنده روح حسن نوع العلماء قصة يمروا أدنى أمراض إلى الإشكالية الأولى. حتى النوع العلماء بتجمع الصزوات بحكم يبعد غفش، بحكم يبعد، بحكم ربما مشغول، بحكم يمكن استوى، بحكم فبتتجد استعين بمن يوصلك إليه. فالحاصل الدور التافت أنك تذهب إلى الأمين وإلى الثقة وإلى الذي امتلأت شهرته الآفاق أو ملأت شهرته الآفاق بعلمه. يمروا لنا بعض الإشكالات المهمة أتنتنبي دبدا، يعني نختم ونصون إلى هذا العالم. لغرنا العلم ينقسم إلى قسمين، يمكن أن نبي علوم دينية أصيلة أكل عليها الدهر وشارب، نغنيني ربما قتلت بحثا إن صح هذا التعبير أكثر، أين الصلاة الزكاة الصوم الحج، كل ما غتزويد إلى القدماء ورأي القدماء والعلماء إلى المتنية، ونيت الشيخ طفيش ونيت الشيخ ثاميني ونيت الشيخ الجيطالي ونيت الشيخ كذا الشيخ كذا صدزوات، هذا أحسن لك. من العلوم المعاصرة أني نمروا ذبائح، مواد التجميل، والطاهرة خاطي طاهرة، الأطعمة، وني الدولة السياسة وني كذا، أتزويد العلماء المعاصرين الخطر بحكم اني بت السول الموضوع، السول ربما فرش السول بعض الشغل، السول فهمني كذا، السول بمعطيات عصرهم صحيح، المعطيات السبتلت، عندوني ربما ما تخشوش الصوت اسكو نقل العالم القديم من العالم الجديد، هذا امر مهم جدا. ثم ميتزود تبعد السن باللي العالم ولد اللي ولدش باش كيشوش الحكم من ربي لا نجنا، ديما كيما ديك تنسبت يستفتي قلبك، يعني قادر يشيفتا التين ربما أولي فهم أستعود لتصطرح السؤال بطريقة أخرى، هذا ديس آداب للفتوى، هذا هي أهمها. يعني دائما لو كنت في العالم المناسب لا قيمة تولد اسكو السؤال اللي يجاوب شخص حقيقة أن غير يصقر عشان من اسمس غير وشي فهم أنت أصلا تتقارد دائما، يعني ماشي نقارش سلوكنا ربما تتهفي ديمانج. إذا ربما وشي مبادئ إمارو نشني الحلقات وكان تاويداني نحاول أدنى نقل أنا غرنا من الفقه ومن العلم عند مشايخنا الإباضية. الشيخ صدر قصدك النقطة الثانية عند المنهج إلا ربما مفقود اليوم. نتسلك القصة عن جبل نفوسة يزوه في قلعة الدنيا بعض القرى ويجي قاع يدير بعض القرى بيت لا يحتاج إلى آخر في العلم إلا وسيلة المغالطة داني كأنهم كلهم يوضون إلى درجة الاجتهاد دون العلماء خاطئ، لابد تفتيش الفلاح البسيط الامرأة هذا كيف بيت لا يحتاج الآخر في العلم يعني إلى هذه الدرجة، لا هو مقدار لانتشار الفتوى في الأمور العامة. يعني الأمور العامة فرانتيسنت أنا من مسائل الصلاة فرق واحد سمران مش قل مثال معروف في السؤال الثاني بحر لا ساحل له وشن الوقت وكل مسائل في سنت يعني يعاد وني غتذكرت بأي مسألة أتف غير سجن النور ديس غير سجن العلم غير سجن الفهم ديس بحر فخصك الثقافة تنشر، خصك الثقافة تنشر يعني ممنوع ستين دي حد والسوال في عمومات الدين وني تتزرط وني تزكات وني المعاملة غير سجن نشر جا تطرح اشي سول ديس شي كيف يتسولين شي هل انا من اهل العلم واللي قصدت شي من اهل العلم خاطئ اديس شي سول ديس شتم السنه تعب نقطه بحث زوج تكلبت انا طود الى الحقيقه ربما تفهم معلومات خاطئه الدسوسي متفقه متمكن يجتهد في التصحيح وبهذا شنو الخطا السوء نتعاون في الكتمان والو سوس مشتي خاطئك شتي نشي شخصيا الا وسيله لي هنا يتوقف ديريكت خاطئك شتي الضمان يعني الله اعلم غير أزوات مع احترامي لواسس الزبطة لا تصح المعيشي كذا لا أدري ما هو الهدف من هذا
ماني لا ممنوع السيوديس بالضبط. العلم اللي مختص ودقيق جدا، وكلامك فيه إما أن يهلكك أنت أو يهلك غيرك، ولا يوجد من يصحح فيه. يعني مدة بنت المغالطة كذا إلى آخره بكري العقلية الوقت في عصر الخرافات كذا قلنا دي السفر الخرافات تحكم باختصار ناش كنواس وداين ونغس وتغس تنسق طرابلوي الصيف كذا إلى آخره تسخان وني ثم دي سنت في السن تفوت تجينك الدعايات ونيلان يوي بارابلوي الغرسن يرزم تديس تطلق تمطس فجين دعايته عاد ميد نسان بارابلوي ممنوع ترزم خاص وقت يرزم تطلق تمطس معلومه يعني كذا اسطوره والى اخره تيجور في الناس عاد سنوز الوقت فرنسا سنزنك لا كونتيتي لاباس بها تحت هذه المغالطه وقت لاش الانترنت لاش المعلومات لاش واش صحه اش كذا يعني تبدل حدد ديك ليك المعلومات بدون تاكيد بصح وقته يعني حد هذه صحه حد هذه شنو حد كذا فنشيع هذا العلم وننشره ونبسطه ولا نتركه عندنا. نشد المنهج النقداني واني غرنا ولو كان الحمد لله كانوا متخصصين يعني ندف في هذا المجال. في البدايه نطلب ربنا يكمل ومرحبا باي شيخ اي داعيه اي كذا اغني صحه غنيني سوسو خاطي اني في مجسوس مطيح كلي ديوالان روح سنزتني شتي خاطك تني كان اني في ماش لا يهمني كان نطلق 5 ايام يعني الحق الحمد لله غنا حوالي 27 مؤلف كانوا مع 3 ضخم ان شاء الله تفا يعني كان جوع راك تعاون تصريت تفضل مرحبا بك وجي يعني تتساوي معي ما يعني كذا. فنحاول أندز في هذا المجال نخدم مدنا الشغل بالقضايا وبالمشاكل وبالكذا خصنا تسندين خصنا كذا 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 اخره ليش وغصنا نتنفس ليش وغصنا نعاون ليش وغصنا فنتعاون على هذا وندفع ببعضنا البعض إلى الخير وإلى الفضيلة وإلى البر صوما. إذا خاصة مش الفيديو تحاول ما عندي 3 مواضيع باختصار. النقطة الثالثة نقطة طرحها تشارك التذكير في الصلاة في فقه الصلاة. فقه الصلاة أخذ شركة نقطة مهمة جدا أي دبتا أنس فقه الصلاة واسع جدا غير نقطته الصلاة زويغ إلى إحدى أركانه الأساسي وهو مبطلات الصلاة يعني بدون ركن في فقه الصلاة لابد أن ندرسه. لا غير نغسني نشوف في الصلاة بتا نهملتن أنس بلي تنتقل صلاتنا فرائض الصلاة إلي أركان الصلاة اللي ممكن تستغني السيسن الأعمال اللي ممكن تستغني السيسن صلاة. لو من العلماء يجرون في 16 عملا هذا ممكن ليش رجل صلاة شنو من 16 ذكر سن فقط سن وهما ركنا الاعتدال والاطمئنان في الصلاة إنه ركنين مهمين جدا بتا غفلة السن تشطر. الاعتدال ما هو الاعتدال؟ الفقهاء عندما تظل تكن السن 9 أعمال وحركات أساسية وني بدي وني الركوع وني السجود وني الرفع كل حركة لها طبيعة معينة تلاقي في الذهن معروفة قاعد نسند بتا الحركة لم تحققها فليس لديك الاعتدال عندك بتا نشرش الاعتدال في الصلاة فلا صلاة لك. فحقق القيام الصحيح والركوع الصحيح والسجود الصحيح وكذا إمارة مش كي يتحقق الاعتدال تحققا كاملا ليس يكون شرق نص الإطمئنان بدأ الإطمئنان حدمي لا يبدأ العمل المتعلق بالوقوف عند قراءة السورة والفتح حتى يطمئن واقفا مي يركع يتحقق الاعتدال ثم يتحقق الإطمئنان. يعني الإطمئنان هو فترة فراغ مثلا مثل السجود قمت بالسن عقب توطي أي فترة انتهى بالإطمئنان بت لم تتحقق فلا صلاة لك. فلاحظت لدوش خلاصة النقطة بدأ مثلا حد لا يسجد إلا في سجوده يوطى الله أكبر يسجد بطريقة صحيحة بالأعضاء 7 يجوا الأعضاء 7 أمرت يسجد ومرنا أن نسجد على 7 أعضاء أمام مشينا بالحديث غير السرس يريق لمس هو الاعتدال ثم ينتظر كأنها ثواني هي الاطمئنان ثم يبدأ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أدقدا مجرد أدقدا أديس ركن الإطمئنان وفرض الإطمئنان قبل ما ديتجا يعني ولي أجي العلي تشريع عقب أدقي أديس ركن الاعتدال عقب ركن الإطمئنان عقب ركن أدي دول وهكذا يعمل في صلاته إلى أن يسلم. يعني هو مش المثال آخر مش توضح بالسلة أوضح له مروجة يقني لأن مثلا خصدي يسلم فرضا
السلام عليكم تنيقن يعني السلام عليكم أين كنت مجرد اللي تشتريها فانتقضت صلاته. خاصك كاين السلام عليكم يلزم داوي تنتقن يعني دون الاعتدال إذا كان مطلوبين نأتي به في صلاتنا. ودليله أن العلماء استنبطوه من حديث المسيء صلاته، وهو حديث مشهور ارجعوا إليه في الانترنت وستجدونه. خصك تقدر الموضوع نقدر الفيديو بمعامله معاصره نطور برك يعني سن غيسيس وسن لو سيسولي غفص وفي اختصاص باش يجب الله طالعه في الانترنت معامله معاصره لشركه موجوده جزائريه ربما غرس علاقات كذا التس تاتي بالسلع يعني فهمت معاملته حسب اطلاعي التس بالسلع وتبيعها فوق ثمنها. من الشروط أتت في الديس السلم للارتقاء في البيع يعني شنو يبيع صحيح بيع نظيف بيع كذا خص هذا الشيء نظره غفص الحد رخصيص من الاخر يعني لا انصح بالدخول فيها ولا بالمعامله فيها من جهه شرعيه يجي من جهه اقتصاديه يعني قادره تربح قادره تخسر ربما شي عام شي السلم من جهه شرعيه. اذا التدفد التصغد بما يقادر المليون او زوج او سنغيا أتصغد يعني مواد التجميل نخدم في مواد التجميل بداية أنا نيكا ركبة أتصغد ديك الكونتيتي مواد التجميل أني لهاد العامل نشاني ضمن أني السنة أني اسم أني السنة تلك المواد أتنتصغد وجار السمت نسن نتنين أول شيء أول خطأ لداني واش ديكلارا بلي السمت ني لا تغلا وجار مرسلس يعني هذا نوع من التغرير والمخادعة وإن كانت بسيطة. النبذة ذاني يعني التدفت كعضو في تلك الشركة تبيع لها يعني هامي إنه والتمعيمين كسائر الناس قال مثلا السلعة تتجافان تسمي قرو كاع البريس لمني حما بسنزيت انا تسنزل اشنوش 10% اشنوش 20% الحق نتعبش يجوز وهذا بيع بالوساطة يجوز يعني هو نوع من السمسرة بائع مشتري وندس وسيط بينهما اسيس السلعة هذه وين 10% صحيح جائز 82 صفر تسغط تسند ربما تكتشف ربما واش تصرحن ربما واش تصرحن فيبيعونها فوق ثمنها تكتشف تغلى وجار بصح الهدف هنا تزود مع ومني تتصغر فداني يفسد البيع تفسد المعامله هم نيتك ليست الشراء واللي نيتك تزود تصغر وانما نيتك تلك الهدايا مجموعه من الهدايا ما تصحن نيتك تخسر دينارو توجد الريال توجد وجار المسمس خاصك مرات ديالي الكراتش في البيع قيمه الشاشة في رينوجار. اذا الخطا اول الناس الخطا مزور هو التغرير. الخطا في التسن ليست فيه نيه الشراء الحقيقيه فيدخل فيه نوع من المقامره لا نصفها بالقمار الحرام خاطئ وانما هو يعني كانه ديس خاصيه من خصائص المقامره. هذا الخطا الثاني احسب معايا هذا الخطا الثاني بيت ديكن يزق هذه السلعه نيته الحقيقيه هي الشراء لاش. الخطأ الثالث وهو وجود نية الخسارة يعني لا يتوقع جدا 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 ان اي تاجر اسود يربح على الاقل امل الربح لديه مرتفعة جدا من اول يوم مرة ربحوا مرة جو مرة كذا كذا ان شاء الله هذا السنسخ كذا يواس كذا تعاود غدا تكمل كذا انتبه ليس السلعة لا يوجد توقع كبير جدا من ايمانوس تسنس اصلا زد غادي يكلب ذاك الكلب هذا هو المليون نيت السلعة المواد التجميل وجاب السمتس هذه حاولت نسنز باش كان يسنز لازون ديال السخ بيعت فيه تسنت از جاب سن تخفيض نتلهف بون تنزوات في تسنتنات في ثلاثه وهو توقع خسارته الكبيره يعني شرعا شتي لا يشتت في تلك المعاملات وانت يعني تضيع مالك انك تبذل مالك وانت تتوقع ان تخسر يعني بقوه تولي في ثلاثه في اربعه ميتوشي داين المبلغ مني تطفق السلعه مني مش كتستنزل اش تس جائزه من الامام بيت عقل قال نعطي لك جائزه لانك اشتريتها يعني اشنو الجائزه تبنيد مشروع فكري الجائزه من اجل الشراء يعني خاصك تصغير غيفي خاصك اكرمك بجائزه يعني غريب كان الشراء اصبح انجازا وهذه مغالطه يعني مغالطه غريبه وعجيبه جدا نقدم لك هذا وهذا خاصك لانك اصبحت مشتريا بون الا وسيرك ربما يرغب في هذه اللحظات كانه جاهل بفنون التسويق وكذا ما عيمانش نعم جاهل بفنون التسويق ولكن الحكمه اين كذا الى اخره هامين انه اتفهم من المعاملات الواضحه الصريحه او النشر هامين باختصار
الهدف نسن وجي مش كتربح حد ولا تجد الريال ولا تشمر ديما انت، الهدف نسن كل الجيوب نسن بصراحه من الاخر. خاصنا اثنين نربحين اثنين نخترعوا المشروع، جينا نسير دراسات، جينا كذا كذا كعبت يعني تجي المعاش يعني ما تاكل وما تشرب وتهفيمنت وتغريمنت وكذا يعني خير. لا ادعو الى التجاره التقليديه وكذا، نعم سوف تشتي العروض وافكار كذا عندنا نشات نتناقش، هذا كل ما في الامر يعني. ليجلس لا رني لا سموكس. اذا نذكر 4 اشكالات. الاشكال الخامس، كلما ابتعدت في السلسله يعني في سلسله العمل يعني بت تسدد عندما قضيه نبعد، كل ما تبعد وجاء هذا موجود يعني روح يعني قانون هذه المعامله وقانون هذه الشركه بت تسد مزارت في سنت في 3 ربما لا غيرش ميزات قراتش بصح ماذا دخرت في القائمه حتى تستدرو طالعين يويج حد يعني تعطى لك اجره عليه ينسقهم. ماذا انت متاخر في القائمه، ماذا انت عاد الفرص اقل يعني وثيقه بلا اتفاق ديال المعاملات، نغي اتفاق ديال المغاربه كذا الى اخره. الا تسكت لو اثنين اضبط لنا وشاركته اتفاق السيسيا كذا الى اخره، ستيفن كانه تليقيان تفشيليان كذا الى اخره. هذا ما يحدث، هذا ما يحدث. اذا ربما الخلاصه من 5 على شغل الذكر غيمارو، انصح بعدم الدخول فيها. لا اتجرأ على نضع حرام خطير، ولكن انصح بشده لاستشكالات شرعيه تمنع كاع الاشكالاته. تحاسب يوم القيامه عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته. يعني بمجرد تنسحبت للخسر، بمجرد تنسحبت للخسر، خاصه وسي في البدايات. بمجرد تنسحبت للخسر فستحاسب على هذا المال. همي غش ملامح الخساره واضحه جدا، وما زلت تقامر وتهفي ديمانت، والاعلانات نسنت واضح فيها هذا التغيير وهذا الهف. وان شاء الله ربي بالخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.